ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم يوسف سمير رشدي، مستشارك العقاري جو، قناتي وقناتكم مستشارك العقاري جو. النهارده احنا في مكان فلت، مكان فعلا هديه. هو لقاني وانا لقيته، كان في حد سالني قبل كده على المكان دوت على القناه، وانا قلت ازاي ان انا ابقى في الهرم ومكان الهرم وما اعرفش مكان جميل زي دوت. احنا دلوقتي في بيراميدز، مكان خرافي منتجع، ما شفتش حاجه في هدوءه. معانا استاذ عمرو المسؤول عن المكان. اول ما جيت اتعرفت بيه، وطبعا هو استغرب ان انا ازاي ما اعرفش المكان المفروض ان احنا كنا علامه مميزه، يعني علامه مميزه على اسكندريه. المكان هنا هو بنى سنه كام استاذ عمرو؟ حوالي 2017. واحنا يعني بنشطبنا فيه نبتدي تسكن عندنا هنا اهوت، وزي ما انت شايف المكان والحمام السباحه. الاسكندريه الصحراوي، طريق اسكندريه الصحراوي، العربيه اهي، العربيات اللي ماشيه وده الدائري بتاعي. والمحور فيصل والهرم اكتوبر. احنا نعتبر انا مش عارف اقول احنا يا جماعه في اول فيصل، احنا في اول الهرم، لان احنا فعلا ده فيصل، ده الهرم، ده المحور. انا حاسس ان انا مش بعيد. اكتوبر زايد ورانا. المكان جميل مميز. اول ما جيت اتفاجئت ان في ممثلين قابلتهم كتير هنا. نعم. الاستاذ بيومي فؤاد هنا. موجود هنا. فين؟ الاستاذ محمد محمود، الاستاذ احمد بدير في البنت هاوس اللي جنب منه عماره بي، الاستاذ طارق ريحان، فتوح احمد، محمد الصاوي، فالاستاذه مروه ناجي المغنيه، الكابتن كريم نتفت. استاذ عمرو، انا لفت انتباهي ان كل عماره في ال 13 عماره بتوع المنتجع تحتيهم بالمساحه بالكامل جراج. مظبوط. العماره الواحده في ال 13 عماره فيها حدود كام شقه؟ العماره الواحده الدور فيه 3 شقق. 3 شقق. العماره يعني كلها فيها 12 وحده. 12 وحده. لو قلنا جراج كبير زي اللي انا شفته ده بكامل المساحه حوالي 600 متر، يعني يشيل على الاقل 60 عربيه. يعني كل واحد ممكن يبقى معاه 4 عربيات على الاقل. استاذنك تورينا برضو من فوق من على حمام السباحه، وبنبتدي نطلع معاك برضو. المتحف المصري، الاهرامات ال3. يعتبر ان احنا اول طريق اسكندريه الصحراوي، لان انا سامع صوت العربيات حوالي 50 متر مني. هنا ليها 3 بوابات، سور طويل. المنتجع جميل، عباره عن جو اسره انا عايش فيه. في كوكبه من الفنانين. في كمان انا شايف ان كل الناس هنا عارفه بعضها. 13 عماره مش كتير. ميني كومباوند فعلا. في السوبر ماركت، في المول، في حمامات السباحه. لاول مره اقدر اقول ان انت بتشتري، وهنتكلم على الشراء وتدفع كام وتقسط كام دلوقتي، بتشتري وتستلم. شايف ان المكان هنا جميل هادي. زي ما احنا شايفين المكان اتباع منه 60% في خلال سنتين بس. المكان زي ما احنا شايفينه 13 عمارة. الناس كلها هنا عارفة بعض. في مول، في حمام سباحة. الناس هتسأل السعر ايه؟ السعر ثابت، بتبيعوا هنا ب 13.5. بس احنا بنتكلم على القناة، ودوت احنا هنحطه في اول الفيديو افتتاحي. سعر المتر هنا 13,000 جنيه. وعشان خاطر القناه واللي هيجي هيقول ان هو من طرف قناه مستشارك العقاري جو، سعر ما حصلش لحد نفاذ الكميه 10,500. في 2,500 مكسب في المتر لكل واحد يجي يقول ان هو تبع القناه. تدفع 25%، تستلم وانت واقف. احنا دلوقتي على حمام السباحه في وسط ال 13 عماره. بنتكلم، هسألك على توزيع الشقق هنا ايه؟ كل عمارة التوزيع بتاع المساحات ايه؟ العمارة الواحدة حضرتك ديت بتبقى عند الدور الأرضي 225 اللي هو الوسط، و367 اللي هو الجانبي. الطرفين 367 والوسط 285. بنعلى حضرتك فوق بيبقى 225 اللي هو فوق الدبلكس على طول. فوق الدبلكس على طول اللي هو المسك النواصي. ايوه، بتبقى 225. عمارتين جنب بعض بتبقى 208. 208 اللي هو يعتبر الوسط اللي هم كان في مساحات ال 155 دي راحت بس في الاخر ديت اتباعت، اتنفذ الكميه كلها ما لحقناهاش.
والاستلام عندنا فورا. الاستلام انا شايف، انا كنت استلام قاعد مع فورا. الاستاذ محمد، هنقعد معاه تاني، بيقول لك انت بتدفع ال 25 بتستلم مفتاحك. مظبوط يا فندم. التسليم بيبقى 3/4 تشطيب. الاسعار هنا واحده، تاخد دور ارضي زي دوبلكس نص تشطيب سعر واحد. والواجهات كلها الواجهات كلها جاهزه. جاهزه. الاسانسير هنا هوت بيطلع لحد الروف فوق. والبيزمنت تحت كمان. مفيش حاجه اسمها ان انت بتبيع الروف حق انتفاع للعماره كلها. في جزء منه بيبقى للبنت هاوس اللي هو 316 يا فندم. جزء قد على 60 حسب المساحه 60 متر. 60 والباقي ده للناس. انا شايف ان في ناس بدات تسكن فعلا، شطبت وسكنت. في ناس ساكنه عندي هنا. بس المساحات كلها متواجده. متواجده يا فندم. قول المساحات تاني عشان الناس تبقى عارفه. 225 و208 ايوه 367 285 316 البنت هاوس. جميل جميل. العمارات كلها فيها متاح تقريبا جميل. الخدمات اللي هنا موجودة انا شايف عندي الجامع، امن وجامع، وعندي سوبر عندي مول تجاري. حمام السباحه ليه مواعيد معينه، لا مفتوح. مدربين موجودين. عندي منقذ وعندي مدرب وعندي فنيين حمامات سباحه. جميل. خدمات تتاخد صيانه. في عندي 5% صيانه، وديعه صيانه. دي الوديعه بتتحط في الاول، بتصرف على المشروع، على الشقه الواحدة. جميل.